هنعمل مع بعضنا النهارده العيش الشامي. تابعوا معايا الفيديو من الاول للاخر عشان تشوفوا انا عملته ازاي. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل عيش الشامي بطريقه سهله وبسيطه. هنبدا معانا ايه؟ معايا نص كيلو دقيق متعدد الاغراض، ذره ملح، معلقه خميره كبيره فوريه، نص معلقه بيكنج باودر. نخلط المكونات الجافه مع بعض. معايا هنا 3 معالق زيت، اتنين، تالتة. معايا كوبايه ميه، ندور الميه بالتدريج. انا طبعا الدقيق بتاعي نخلاه وطلع منه الهواء. اللي حابب يعجنه باللبن مفيش اي مشكله، بس انا هنا هعجنه بالميه. من كوبايه لكوبايه ونص، انا نضفت كوبايه وهنشوف العجين بتاعي محتاجه ميه تاني ولا لا. عارفين ان احنا في الشتاء كل سنه وانتم طيبين، اللي بيعجنوا بالميه بنعجن بميه دافيه، يعجن بميه دافيه عشان يساعد على سرعه التخمير. جيت لكم تاني بعد ما خلصت العجينه. شايفين حضراتكم؟ شايفين الملمس عامل ازاي؟ نغطيها لغايه ما تخمر تاني. بعد ما العجينه بتاعتنا ما اختمرت نشيل خمرها. نشكلها حضراتكم. نشكلها حضراتكم. انا معايا صينيه رشها دقيق، حابين تقطعوا الرغيف كبير قطعوه، انت قطعوه صغير قطعوه براحتكم الحجم اللي تحبوه. انا هنا مقطعاه حجم صغير عشان لما اجي افردها يبقى الرغيف ايه متوسط، اعرف افردها مبقاش تخين. حضراتكم بشكلها ازاي. رجعت لكم تاني بعد ما شكلت بقيه العجينه بتاعتنا وخلصتها. هسيب العجينه بتاعتنا ترتاح ربع ساعه، نرجع مع بعض عشان نفردها. نغطيها كده، نرجع لكم تاني لما تختفي. رجعت لكم تاني بعد العجينه بتاعتنا ما ارتاحت. يلا نسمي بسم الله ونبدا. اول رغيف قطعناه ونرش رشه دقيق بسيطه كده من تحت ومن فوق. نفرد كده بالنشابه. خلي السمك بتاعه سميك ورفيع. حضراتكم نفرد ازاي؟ حضراتكم
على الرخامه دقيق ومن فوقها دقيق، وبفرد بالنشابه واخد من جوه على بره. نرجع مع بعضينا نشوف هنسويها ازاي. انا بسويه تحت الشوايه. شايفين حضراتكم الرغيف ما مستوي. هكمل بقيه التسويه لما اخلص هوريهولكم. ورجعت لكم تاني بعد ما سويت العيش الشامي بتاعنا. انا بصراحه كده اسويه على الطاسه التيفال، لقيته ما بيقبش. جربت اعمله تحت الشوايه بتاعت البوتاجاز. شايفين حضراتكم شكله ازاي؟ شايفين؟ بصوا حضراتكم، شايفين زي الفل. من نص كيلو دقيق عملنا كميه العيش ديت. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير. لو لسه اول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه. لو عندكم اي سؤال ابعتولي في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد، وشكرا.